أن الذين يفرجون هموم الآخرين، يساهمون في كشف غمومهم، يسعون في قضاء حوائجهم، هؤلاء لا يبتلون بالهم والغم والكآبة والأمراض النفسية. الأفراد الذين يعيشون في ذواتهم لا يهتمون بالآخرين، هؤلاء عرضة للأمراض النفسية، عرضة للكآبة. الآن مرض العصر الكآبة، النفوس كئيبة، القلوب ميتة، البسمة مو موجودة على الشفاه، الفرحة مو موجودة على القلوب. إحدى الأشياء التي تدفع عن الإنسان الحزن والغم والقلق والكآبة أن يسعى في حل مشكلات الآخرين.